جماعة اليوم جايين ما بس نفطر بمكان غير عادي، انما جايين نفطر خير كمان. يلا كلي سلطانة. هلا بداية بدنا ناخذ فطورنا من عند ابو جمال، المكان المفضل عندي اللي بيعمل بسبحة وحمص. السلام عليكم الله يعطيكم العافية. كان لازم ناخذ فطورنا معنا لانه حنطلع لريف مرسين حوالي 20 كيلو متر من مركز المدينة، فاخذنا حمص ناعم ومسبحة واكيد فول بحامض طبعا من مطعم ابو جمال، من اقدم المطاعم السورية بحارة اللواد اب مرسين. وكمان عندهم فلافل طيبة كتير، واللي بيميزهم ملقاهم الحلو ولقمتهم الطيبة. هلا قبل ما ننطلق كان لازم ناخذ المحمرة والجبنة اللي عملنا عنها ريفيو بفيديو سابق. انطلقنا باتجاه جبل مرسين باتجاه ضيعة اسمها كريملار، وكنت مستمتع جدا بالمناظر والاطلالات الرهيبة اللي بتذكرني كتير بجبال الساحل. هلا يا جماعة وصلنا لمزرعة الخيل اللي حنفطر فيها وفطورنا العادي التقليدي، بس بمكان ابدا ما عادي وما نو تقليدي. تفضلوا معي يا جماعة. هذا شاهين بيقول ما شاء الله تبارك الله. عود هذا عربي اصيل دمه حامي. ما شاء الله تبارك الله. لا طول بالك. مبسوطة؟ ما شاء الله مبسوطة. طعمية جزر هالكلام مبسوطة. الخير مثلنا ما هو مثلا اخلاقه مثلا منزوعه، دخلت لعنده مزعوج دار لك ظهره. مثلنا نحن ما نشربنا سيجاره، ما نشربنا قهوتنا، ما شبعانين النوم. كمان نفس الشيء الحصان اخلاق. اخوي النشمي هذا الحصان شو اسمه؟ هذا الحصان اسمه شاهين، ابن البطل العالمي الايال اي بطل دبي 2008. واكيد قبل ما تبلش المتعه كان ضروري نفطر ونستمتع باجمل قعده واحلى اطلاله، وفوق ما الاكل طيب ولذيذ كان في متعه النظر لشاهين هو عم يتمخطر، وصدقوني متعه ما بعدها متعه. وبعد شوية تعليمات من النشمة بتكونوا جاهزين لتتعاملوا مع الخيل نوعا ما، حتى اني تعلمت بعض الاشارات والاصوات اللي بفهمها الخيل واللي بتعطيه التعليمات. لكن من اهم الاشياء اللي ممكن تعملوها بالمزرعة اللي هي جولة على الخيل داخل المزرعة، واللي بتكون تكلفتها ضمن ايام الاسبوع 15 دقيقة ب 375، 30 دقيقة ب 525 و60 دقيقة ب 750. اما بعطلة نهاية الاسبوع 15 دقيقة ب 525، 30 دقيقة ب 675 وال60 دقيقة ب 900 ليرة. وكمان في مجموعة من الخدمات والباقات اللي حتشوفوها على الشاشة قدامكم. يلا هوب هوبا ابو ال اوه اسباني ما شاء الله. يلا هوب. حاولت كتير جيب لكم حسم من صاحب المزرعة، إلا إني ما قدرت بسبب التكلفة العالية لرعاية الخيل، لكن وعدوني إنه أي حدا بيجي من طرفي حيكون له وقت أكتر واهتمام أكبر. وطبعا حاولوا لا تطلعوا من المزرعة قبل ما تاخذوا صور مع الخيل، لأنه رح تشتاقوا لها للخيل ويصير عندكم إدمان عليها. ختاما من أجمل وأروع التجارب اللي ممكن تعملوها بحياتكم. طبعا رح أترك عنوان المزرعة برابط بأول تعليق، فوالله جربوا حتنبسطوا كتير. لا تنسوا المتابعة والتفاعل مع الفيديو. يا مال الله.